يا مساء الفل. تعالوا اقول لكم بقى على طريقة جديدة لعيش جديد وحصري والأول مرة على السوشيال ميديا. هو عيش الشندي السعودي، ودي محدش عمله. انا دورت كتير محدش عمله، ولو حد عمله بعدي هيبقى بعدي. ده العيش الشندي السعودي البدوي الأصلي بطريقته الأصلية. طبعا أنا عاملة معاه كفتة، وعاملة حمرت شوية بطاطس، وعملت معاه الويسكي الحالي عملناها مع بعض قبل كده. فتعالوا ما اقول لكم بقى على طريقته باختصار كده، ويلا سريعا مع بعض نعرف الطريقة. هو حلو بيتاكل لوحده، يتاكل مع جبنة فيتا، يتاكل مع في الفطار في الغدا في العشاء، ما بيقولش لأ. وطعمه حكاية، وطعم سعودي، جربوه هتدمنوه، وسهل قوي. هنجيب هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، اي نوع دي انت تفضلي. ممكن دي السايب العادي، دي الحبة الكاملة، دي العادي خالص، دي المخبوزات، اي دي بيمشي معاه. هنحط معلقة من الخميرة، معلقة من اللبن البودر، نص معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر. وهنزل اقلب المكونات الجميلة دي الاول مع بعض، وهنزل عليهم بكوباية، هو بتحضري جنب الكوباية ونص من المية الدافية. هنا او اللبن لو انت عايزه تعجنيه بلبن، انا عجنته بميه، اعجني انت براحتك. هتحطي كوبايه الاول، وهنبتدي نقلب بس المكونات، وننزل بقى بالربع كوبايه الميه اللي فاضل بالتدريج، عشان ما تبقاش الميه زياده منك وتبوظ منك العجين، او تضطري تضيفي دقيق كمان. هتنزلي بقى، نبتدي ننزل بالتدريج ونلم العجين. العجينه لمت معايا وبقت بالشكل الطري الجميل ده، هنزل عليها ب3 معالق من السمنه. هم هناك بيعجنوه بسمنة او بزبدة، بس انا هنا عجنته بسمنة. وهتبتدي بقى تكملي العجن بتاع 5 دقايق كمان بالسمنة، عشان تشربي الدقيق من طعم السمنة. هو الطعم كله والجمال كله ان هو بيبقى دسم شوية بسبب السمنة اللي بتتحط فيه. هنا بقى هتفضلي تعجني تعجني لحد لما يسيب من ايدك، تتقطع العجينة معاكي عادي خالص، هي بتسيب. بعد كده هنفرم بصلاية محترمة في الكبة، وهنعصرها من المية بتاعتها، وهنزل عليها على العجينة. وهكون مقطعة البقدونس، واخدة الأوراق بتاعته فقط، واخدة الورق بس، مش هاخد حاجة تاني. وهنزل عليه بشوية فلفل رومي على سبايسي. وهم هناك بينزلوا بالهالوبينو، لأنهم ما عندهمش النوع بتاعنا السبايسي اللي عندنا ده، هو مش موجود هناك. هو اللي هناك الهالوبينو دايما، هم ما عندهمش غيره. فانت ممكن ما تحطوش خالص برضو، دي براحتك. عايزه تاكليه كده ساده خالص برضو براحتك. هنعجن شويه. انا لما لقيت ان العجينه ابتدت تبقى سايبه معايا شويه، ضفت ربع كوبايه من الدقيق بس. هتنزلي بالتدريج، ما تنزليش مره واحده، تنزلي شويه بشويه عشان ما تجمدش منك العجينه وتبوظ. وهتفضلي تعجني لحد لما تسيب من ايدك وما تبصمش. بعد كده نفردها